اعملي اكبر كمية بتنجان بسرعة الصاروخ بدون مقوار. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. خليكي معايا من خلال الفيديو وهقولك على انك تعمليه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. خليكي معايا في الفيديو. اول حاجة هبدأ اعمل المحشي. هخرط البصل بالطريقة دي في سمنة وزيت وهحمرها لغاية ما البصلة تتحمر بالشكل ده ويبقى لونها اصفر. بعد كده هنزل عليها بصلصة الطماطم اللي هي عبارة عن طماطم، فصين من الثوم وقرن من الفلفل. انا بحب احط على المحشي توم، بيدي طعم ونكهة حلوة قوي، اكتر كمان من التوابل. بعد كده هحط كمون، فلفل اسمر، ملح، ورق لورا، السبع بهارات. وبعد كده هبدأ اقلب، وكمان هحط رشة من السكر علشان حموضة الطماطم. وكده خلاص تكون التسبيكة جهزت معانا. سهلة وبسيطة وبسرعة عملناها مع بعض. هسيبها بقى تتسبك وهنيجي بقى للمحشي. هضغط عليه بالنشابة بالشكل ده كده علشان خاطر يطرى معايا ويبقى سهل انك تعملي كمية. اعملي بقى الكمية كلها بالشكل ده. تمام، انا بضغط عليه علشان خاطر يحن شوية ويطرى خالص، ويبقى سهل عليكي انك تعمليه من غير مقورة. اهو شايفة شكله خلاص كده بقى طري خلاص. هجيب السكينة بقى واقطع العنقود بتاع البتنجانية من فوق، وهجيب شوكة او معلقة اللي عندك ليها يكون مربعة كده من فوق او ليها حرف بالشكل ده كده. تمام، عشان تخش جوه البتنجانية وتقورها معاكي بكل سهولة. وهبدأ اقور بالشكل ده كده. شايفة البتنجانية في ثانية اتقورت معايا اهو، بكل بساطة وسهولة جدا اتقورت معايا. اعملي بقى الكمية بتاعتك كلها بالشكل ده. اه شايفة انا خلصت اهي اول واحدة معاكي بسرعة جدا، خلصت. ولو عايزة تقوريها اكتر من كده هتتقور معاكي. ادي تاني واحدة. هدخل الشوكة بالشكل ده كده او المعلقة او اي حاجة ليها حرف عندك بالشكل ده كده، سواء معلقة او شوكة، تنجز معاكي في الوقت وتعملي اكبر كمية من البتنجان. شايفة قورت قدام الكاميرا اتنين بسرعة جدا. هتعملي بقى باقي الكمية كلها بالشكل ده كده. شايفة انا مقورة الكمية دي كلها بنفس الطريقة، وبكده تكون خلصت معانا. طريقة سهلة جدا وبسيطة، اعتمديها معاكي في مطبخك، هتسهل عليكي حياتك بجد. هكمل بقى بقية المحشي. ادي الرز وهحط عليها كمان خضار. الخضار ده انا مخزناه في الفريزر. هقلبه مع الرز بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليها بالتسبيكة لما نشفت. انا ما بحبش التسبيكة تنشف قوي، بحبها طرية بالشكل ده. اهي كده خلاص تسبيكة جهزت معايا. هبدأ اقلب الرز مع الخضار والتسبيكة اللي احنا عملناها، وبكده خلاص تكون جاهزة انك تحشيها. اهو شايفة شكلها. بحبها طرية جدا بالطري المحشي، وهوريكي لما المحشي يطلع طري ازاي. شايفة المعلقة طرية ازاي؟ كل ما المحشي خلطة المحشي تبقى طرية بتخلي المحشي زي السكر وطري جدا. هبدأ بقى احشي البتنجان بالشكل ده كده كله وهسويه. وبعد كده المحشي لما خرج هو ده شكله. بصي البتنجانية طرية جدا لما عملنا الخلطة، طرية، بيدي طعم حلو. ولما تكون حمرا كمان وصيصة كده بتخلي طعم البتنجان حلو. شايفاها حلوة ازاي وطرية. الفكرة التانية ان الهدوم البيضاء الخروج بتاعتنا او اي حاجة فاتحة بننشرها على الحبل بتعمل علامة الصدى اللي موجودة في المشبك. طب نعمل ايه علشان نتلاشى علامة الصدى بتاعة المشابك دي؟ انا هقولك على حل وطريقة سهلة جدا هتعمليها علشان تمنع الصدى بتاع المشبك لما تيجي تنشري الغسيل على الحبل. هتجيبي كيسة بتاعت كيس التلاجة العادية او اي كيسة عندك، هتقطعيها بالشكل اللي هوريهولك دلوقتي بالسكينة بقى بالمقص براحتك. تمام، اهي هقطعها بالشكل ده كده على شكل مربع صغير. ولما تيجي تنشريها على الحبل هتبتدي ان انت تحطيها من الحبل من اي ناحيه هتنشري، وتبتدي تحطي الكيسه بالشكل ده وتحطي عليها المشبك. عمرها ما هتسيب علامه عندك في الهدوم البيضاء او الهدوم الفاتحه. وبكده انت تكوني قضيتي على علامه الصدى اللي ممكن تبهدل هدومك. عجبتك الافكار بقى حط اللايك والاشتراك علشان يوصلك الفيديوهات اللي بنزلها. هتوحشوني، مع السلامه.